هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم طريقه تسويه الحواوشي في الفرن مره واحده، بدل ما نعمله مثلا في طاسه او نعمله في اي حاجه فياخد مننا وقت كبير. اولا كل الكميه اللي قدامكم دي كانت تفريز. يعني مثلا انا النهارده عملت مثلا كام رغيف حواوشي، فاتبقى معايا 2 أو 3. ما مش شرط بقى ان هم يتعملوا كلهم، انا عايزه اخزن منه، فاروح عيناه في قلب كيس مثلا كده في الفريزر. تمام. ده وبشيله. مثلا جيت مره بعديها عملت تاني فتبقى معايا 2 أو 3 وهكذا، فلحد ما بعمل كميه تكفي وجبه مثلا. تمام. فاحنا عندنا طبعا بيكون لحمته مش مستويه يعني عادي خالص. فطبعا انا هنا بس بعرفكم ان ممكن ان احنا نعمل الحواوشي، نحضره في عيش ونحضره في كل حاجه ونشيله في الفريزر تفريز من غير ما يستوي. تمام. دي اول حاجه. خلاص، دي كده الكميه بتاعتي اللي انا هعملها النهارده ان شاء الله. معايا هنا تاني حاجه صاجة فرن. الصاج ده انا حاطه فيه سمنه وحاطه فيه زيت. تمام. ليه؟ علشان انا مش هدهن الوش بتاعه اي حاجه. انا هحط الرغيف وهقلبه جوه في السمنه وفي الزيت ده. تمام. خلاص كده. فالسمنه طبعا انا هحطها بالمنظر ده، بس مش هسيبها كده. لازم السمنه تكون دايبه سايحه. فيا اما نحط سمنه من الاول سايحه، يا اما ندخلها في الفرن دقيقتين بس كده. الصاج اولا هيسخن، ثانيا السمنه دي كلها هتسيح وهتبقى زي الفل. فانا حبيت بس اوريكم المنظر كده، لان احنا في الشتاء، والشتاء بيكون فيه السمنه طبعا جامده جدا حتى لو احنا سايبينها بره مش في التلاجة. وطبعا الافضل ان انتي تحطي السمنه بره، بتديها الترميله الجميله بدل ما تحط في التلاجة يعني. فده خلاص كده احنا جهزنا كل حاجتنا. ادي الحواوشي وادي الصاج اللي احنا هندخله الفرن دلوقتي علشان ندوب الكلام ده، وهجيلكوا تاني. وبكده احنا دخلنا دلوقتي الصاج جوه الفرن، ان هو بس يسخن شويه والسمنه عندنا تسيح. تمام. دقيقتين كده ان شاء الله، وهنرجع تاني نرص فيها العيش بتاعنا ونرجع نقول لكم على كل التفاصيل الجايه بعد كده بالظبط. وفي الاوقات دي احنا عندنا هنا دلوقتي بطاطس مقطعينها تخين شويه، عايزين نعملها بطريقه برضو حلوه جدا تدينا قرمشه وتدينا تست مختلف. يعني هنعملها مع حمار عادي، ولكن هنعمل فيها بس سنه اختلاف بسيطه. اولا تابعوا معايا بقى التفاصيل، لان احنا هنغلي لها ميه وهنسلقها يعني ربع سلقه كده او حاجه، وبعد كده هنبدا نقليها في الزيت. وده بيخليها طالعه بجد بتبقى احسن من بتاعه المصانع كمان. فشوفوني يلا. هنا السمنه خلاص معانا ساحت تماما، هنبدا ان احنا نرص فيها الحواوشي بتاعنا. لازم يبقى ينزل سخن قوي كده. كده كل السندوتشات الحواوشي هتتشرب بيه السمنه والزيت، ومع التقليب هيبقى الوشين تحفه اللهم بارك، وعليهم السمنه بتاعتهم والزيت وكل حاجه. احنا كده حطيناهم، فاضل طبعا 2 هنبقى نحطهم بعدين، وهنقفل عليهم ونسيبهم شويه ونرجع لهم تاني ونشوف هنعمل فيهم ايه. ودلوقتي احنا بنغلي ميه. حطينا ميه في الكتل يعني لما تغلي ماشي، نحطها في الحله ونبدا ننزل بالبطاطس بتاعتنا بالراحه، بس تاخد يعني زي ايه غلوتين بس كده. تمام، يعني ربع سلقه بالظبط، ونشيلها. واول ما نشيلها نصفيها كويس جدا، لازم تصفى كويس جدا، وبعدين نطلع على الزيت على طول. تمام، يعني فاهمين معايا؟ دلوقتي احنا هنسيبها بس تغلي غلوتين، اللي هي تتسلق ربع سلقه كده، وبعد كده ان شاء الله نبقى نرجع نشوف ايه التفاصيل. وتعالوا بينا نشوف الحواوشي اللي في الفرن ايه الاخبار، وصل لايه برضو. معانا بيبقبق يا عيني يا عيني. عايزين نقلب واحد كده. تمام، يتقلبوا
برضو نمنع ان احنا نقلب فيهم كتير بحيث ان هما ما يتبهدلوش معانا. ما شاء الله الالوان بتاعتهم حلوه من تحت. طبعا لو عندك مروحه في الفرن يفضل ان هي تكون شغاله. نقلب كله تمام شويه ونرجع لهم تاني ونشوف ايه الاخبار عندنا هنا في الحواوشي. كده احنا خلاص ادينا للبطاطس يعني ربع سلقه كده، بحيث ان احنا ان شاء الله نحطها في الزيت على طول. وصفينا ميتها وكل حاجه، يعني هناخد بالمصفى حبه كده ونحطهم في الزيت ان شاء الله اول بس ما الزيت يشتغل معانا. لسه شويه، عايزين بس الزيت يشد معانا شويه. وتعالوا مع بعض نبص على الحواوشي بصه برضه. كده الحواوشي عايزين نتاكد ان هو بدأ ياخد اللون من تحت. تمام نديله تقليبه كمان مفيش مشكله. يعني حاسه ان هو لسه شويه، ممكن يعني يقعد شويه، بس خلينا نقلبه. لا والله حلو. اللون ده بقى بعد ما بيطلع من الفرن بيبقى مقرمش جدا وخطير خطير. دي بس مش عايزين نفرهدها، خليها شويه. ودي ايه النظام برضو لسه، خليها شويه. ممكن نبدل كده هنا مكان هنا. عايزين نوفر مكان كمان للسندوتشين اللي بره عشان منرجعش نحط تاني برضه. دلوقتي هنبدأ نحط البطاطس بتاعتنا. عشان نطمن ان مفيهاش ميه خالص، لازم برضه نصفي وننزل بيها على طول في الزيت. طبعا الكميه كلها عادي يعني مش شرط نقسم ولا نعمل كده. البطاطس اتحطت كلها. طبعا عايزه تقليب بقى باستمرار علشان تاخد كلها القرمشه واللون اللي احنا عايزينه في الاخر. تمام فضلوا قلبوا فيها على طول. يعني البطاطس دي بتبقى عايزه تقليب باستمرار، يعني مش عايزه ان انت تسيبيها وتمشي او تسيبيها وتروحي تعملي حاجه، لا، عايزه انها تتقلب باستمرار علشان تاخدي منها احلى بطاطس ان شاء الله. وخلاص الحواوشي خلاص ان شاء الله قرب يطلع. هنطلع منه بعد الرغيفه اللي خلصت. تمام دي طبعا البطاطسيه اللي احنا كنا حاطينها بنعمل بيها الاختبار من الاول، فعشان كده خدت لون عادي. تمام طبعا النار تبقى عاليه عادي، خلي البطاطس تخلص. هي كده كده مسلوقه نص سوا. تمام وانا بقول نار عاليه ليه؟ لان احنا هنبقى واقفين، قدامها وبنقلب بنقلب بنقلب، فمش هتلحق ان هي تتلسع من تحت او حاجه ان شاء الله يعني. تمام اهم حاجه التقليب 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 طالما على نار عاليه. لو مش عايزينها او مثلا بتعملوا حاجه تانية او وراكوا اي حاجه في المطبخ تانية او حاجه تانية ممكن تنشغلوا عن البطاطس فيها، بنخلي النار وسط ماليه للعالي، ما بنخليهاش عاليه علشان بس ما تتلسعش مننا. بس دلوقتي تعالوا نبص تاني على الحواوشي والحواوشي اللي في النص بالذات، نشوف ايه الاخبار بس من غير ما نتلسع. كده اللي جوه هو يعني ممكن يطلع كده خلاص. يعني شويه ده خلاص يطلع كده. تمام ان احنا
يعني اللي خلص يطلع مفيش مشكله. ده كده خلاص يطلع حلو، سخن مولع مولع. تمام، مش عايزين بس نحرك في الجديد ده قوي بحيث ان هو ما يتفرفتش مننا ولا حاجه. تمام، نبص بصه تانية على البطاطس. طبعا التقليب المستمر ده هيخليها محرفشه ومخرمشه ومقرمشه وحاجه الصراحه يعني في منتهى اللذاذه بجد. النار عاليه عادي وايدينا ما بتسيبهاش تقليب، تطلع معانا احسن من البون فريت اللي بتتباع بره والحاجات اللي هي الجاهزه دي والله. وادي الحواوشي خلاص معانا، دي تطلع كده خلاص، دي كمان تطلع خلاص. ده طبعا اللي لسه محطوطين مؤخرا بس هو الفرن سخن جدا فان شاء الله يستوي على طول. كده يا جماعه لون البطاطس كده بيرفكت تحفه، خلاص يطلع على كده، مفيش اي تفاصيل تانية، مفيش اي زياده تانية، هتطلع معانا مقرمشه جدا. وبكده حبايب قلبي يبقى خلصنا خلاص البطاطس المقرمشه المخرفشه معانا، حرفيا حرفيا يعني هتقرمش في البق كده. وادي الحواوشي اللطيف الظريف كله معانا، كله معانا هنا. الحواوشي الجميل المقرمش جدا خلص معانا، طبعا من وشه ومن ظهره الاتنين تحفه يا جماعه والله. جربوه في الفرن بالطريقه دي وطريقه السمنه والزيت، ان انتوا تحطوهم مع بعض على الصاجه في الفرن وتدخلوها تسيح مع بعضها وبعد كده نبدا ان احنا نطلع، هتبقى تحفه بجد. ما تترددوش تعملوا طريقه الحواوشي الخطير خطير المقرمش ده، مفيش بقى رغيف مفرول، رغيف مكسر، رغيف عامل، الحاجه بيرفكت ما شاء الله. وادي البطاطس معانا، وطبعا في سلطه الطحينه بس يعني لسه هتتعمل ان شاء الله. فاشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واستودعكم الله، مع السلامه.